أهلا بيكم في برنامج مصريات. المصريين القدماء طبعا كانوا متطورين في كل حاجة. هم أول حضارة عرفها التاريخ، كانوا بيزرعوا ويصنعوا وينتجوا، وكانوا كمان مش بس متطورين في الزراعة أو في الصناعة، ده كمان في الأزياء والملابس والموضة ومستحضرات التجميل، وحتى فكرة الإكسسوارات موجودة منذ عهد القدماء المصريين. لو حابين تعرفوا الأزياء والملابس والإكسسوارات كانت إزاي في عهد القدماء المصريين، استنوني بعد الفاصل. أهلا بيكم مرة تانية في برنامج مصريات. القدماء المصريين أول حضارة عرفها التاريخ، كانوا متطورين بشكل رهيب في كل حاجة، في الزراعة وفي الصناعة وفي الإنتاج، كانوا بيعملوا كل حاجة بنفسهم. حتى في الملابس وفي الأزياء وفي الموضة هم كانوا أول حضارة يرتدوا الملابس المصنوعة من الكتان، في الوقت اللي كانت فيه الحضارات بترتدي جلود الحيوانات. المؤرخ اليوناني العظيم هيرودوت قال إن المصريين القدماء أول ما ارتدوا الملابس المصنوعة من القماش، من الكتان أو من القطن أو من الحرير. يا ترى الملابس والأزياء كان شكلها عامل إزاي في عهد الدولة القديمة المصرية؟ كانوا بيرتدوا الملابس زي موحد أو لبس موحد، عبارة عن وشاح أو فستان أو تنورة أو عباءة بتكون موحدة للرجال والنساء، وبتتربط من عند منطقة الخصر بحزام مصنوع من جلد الحيوانات، سواء من النمر أو من الفهد أو من الثعلب، أو أحيانا بيكون الحزام مصنوع من القماش. اللبس كان موحد للرجال وللنساء وحتى للأطفال، لكن طبعا كان مختلف من الطبقات. الطبقات الاجتماعية في مصر القديمة كانت كذا طبقة، يعني كان في الطبقة العليا اللي هي الملوك، وتحتها على طول الكهنة والعلماء ورجال الدين، وبعد كده الطبقة الدنيا اللي هي عامة الشعب. بالنسبة للطبقة العليا اللي هي طبقة الملوك، فكانوا بيرتدوا دايما التاج، سواء تاج أحمر الخاص بمنطقة مصر السفلى، أو التاج الأبيض الخاص بمنطقة مصر العليا، أو التاج المزدوج. وطبعا الكهنة كانوا بيلبسوا دايما أغلى الملابس وأحسن أنواع الكتان. أما عامة الشعب فكانوا بيرتدوا نفس الملابس، لكن من أردأ أنواع الكتان اللي هو الكتان الخشن. والأطفال كانوا بيكونوا عراة تماما حتى سن البلوغ. بالنسبة للطبقات الاجتماعية، حتى رجال الأمن كان ليهم لبس مخصص ليهم، كانوا بيرتدوا الملابس من جلود الحيوانات. أما الكهنة فكانوا بيلبسوا من الكتان أو من الحرير، ولازم يكون اللون أبيض تماما. وكان محرم على الكهنة ارتداء ملابس من الصوف، ودي لاعتقادات دينية عندهم. بعد كده بنلاقي بالنسبة للون، اللون كان موحد عند القدماء المصريين، وهو اللون الأبيض أو الشفاف. ممنوع تماما ان هم يلبسوا اي الوان تانية، ده علشان خاطر بيدل على التعظيم والوقار والنقاء اللي كان بيستمتع بيه القدماء المصريين وقتها. اما بالنسبة لطريقة التصنيع والنبات اللي كان بيتم تصنيع الملابس منه، وهو نبات التيل اللي بيتصنع منه الكتان، ودي كانت مهمة نسائية، زي فكرة ورش لصناعة الملابس كانت بتتم في المنازل. فالنساء كانت بتجمع في الصباح نبات التيل، وبعد ما بيجمعوه مع بعض بيمشطوه وبيضربوه، وبعد كده بيتم تشكيل الكتان عن طريق إبرة مصنوعة من عظم الحيوانات أو من المعدن أو من الخشب. وبيبتدي النساء يضفروا الكتان أو نبات التيل علشان يشكلوا الملابس. أما
بالنسبة للإكسسوارات، فكرة الإكسسوارات أيام القدماء المصريين كانت موجودة، زي ما هيرودوت قال إن المصريين أبدعوا في كل شيء، وكانوا بيهتموا بنظافتهم وبنظافة ملابسهم جدا وترتيبها. حتى في الإكسسوارات بنلاقي إن الحزام اللي هو بيتربط على الخصر اللي مصنوع من الجلد أو من القماش، وحتى وجود فكرة الشريطين اللي بتكون على الكتفين أيام القدماء المصريين، بس دي مخصصة للطبقة العليا اللي هي الملوك والملكات. بنلاقي كمان وجود اكسسوارات زي حلقان وزي اساور زي اللي وجدت في مقبرة توت عنخ امون، وزي كمان الصنادل صندل توت عنخ امون. وبنلاقي كمان فكرة التيجان، التاج الاحمر والتاج الابيض، وكمان القلادات العريضة الخاصة بالملوك وبالملكات، وكمان فكرة الحلقان والخواتم. فكرة الإكسسوارات كانت موجودة ومصنوعة من الذهب الخالص أو من الفضة أو من الأحجار الكريمة زي الفيروز والياقوت. طيب يا ترى بالنسبة للشعر، هل كان ده شعرهم الطبيعي ولا كانت شعر مستعار وباروكات؟ في الحقيقة القدماء المصريين كانوا بيختاروا الحاجة المريحة بالنسبة لهم، علشان هم بيعملوا طول الوقت، ما عندهمش وقت فراغ، فكانوا بيختاروا الكتان أو القطن في الملابس علشان مريح وعملي. وكانوا بيختاروا في الشعر ان هم يحلقوا شعرهم كله، حتى الدقون كانوا بيحلقوها، وبيلبسوا شعر مستعار او دقن مستعارة. الشعر المستعار ده او فكرة الباروكة كانت برضو مهمة نسائية. النساء بتقوم بتجميع النبات وبتحوله لألياف نباتية وتبتدي تشكل فيه وتعمله على شكل ضفائر، وبكده بيكون شكلهم جميل وان هم يقدروا ينزلوا للعمل بتاعهم بدون ما يكون شعرهم مضايقهم في الحركة او في العمل او في الزراعة او في الصناعة. المصريين القدماء مش بس ان هم طوروا ملابسهم في عهد بقى الدولة الوسطى والدولة الحديثة، وكمان كان عندهم فكرة الاكسسوارات، وكمان كان عندهم فكرة الباروكة او الشعر المستعار، لا ده كمان وصلوا لمستحضرات التجميل والعطور الزيتية. حتى في مستحضرات التجميل هم اول من اكتشفوا الكحل للنساء، وكمان العطور المميزة جدا اللي كانوا بيجمعوها من النباتات. حتى استخدموها في فكرة التحنيط اللي هي كانت بيجمعوا أعضاء الإنسان وبيجمعوها ويحطوها في أواني كانوبية في زيوت عطرية. المؤرخ اليوناني العظيم هيرودوت قال إن الهكسوس لما دخلوا مصر استفادوا جدا من المصريين، استفادوا طريقة الأكل وطريقة اللبس وطريقة الزراعة وطريقة الصناعة، استفادوا وتعلموا منهم جدا. حتى في طريقة الملابس بقوا يلبسوا زيهم. كان المصريين القدماء اللون المفضل بالنسبة لهم هو اللون الأبيض، لكن أحيانا كان بيكون فيه اللون الأزرق أو الأخضر، بس مش في الملابس. بنلاقي مثلا إنه في نوعية الأحزمة أو الأشرطة اللي بيربطوها على منطقة الخصر أو على الكتفين في الطبقة العليا اللي هي طبقة الملوك. وفي ألوان كمان التيجان كنا بنلاقي إن التاج بيكون لونه أبيض أو باللون الأحمر. حتى في القلادات اللي بيلبسوها كان دايما مميز اللون الأخضر واللون الأزرق. بالنسبة لملابس الأطفال بعد سن البلوغ كانوا بيرتدوا فكرة المثلث الملفوف، يعني الملابس بتكون على شكل المثلث، من فوق لازم يغطي منطقة الصدر، وبعد كده بيكون من تحت على شكل تنورة وبتكون مربوطة. طبعا بالنسبة للملابس فزي ما قلنا ان هي كانت بتختلف من حيث الطبقات، لكن بالنسبة للرجال والنساء فهو زي موحد. بنلاقي كمان ان الملابس بتكون اطول، سواء الوشاح او التنورة او الفستان بتكون اطول عند الملكات بالذات، اما في الطبقة الدنيا بيكون الملابس اقصر. يعني بالنسبة للملكات الملابس بتكون أطول، ثم بعد كده بتكون أقصر شوية عند الكهنة ورجال العلم ورجال الدين، وبعد كده بتفضل لحد طبقة عامة الشعب، بنلاقي إن الملابس بتكون أقصر بكثير.
المصريين القدماء مش بس كانت حياتهم ان هم ياكلوا او يلبسوا، لا هم كانوا بيعملوا اعظم حضارة في العالم. المصريين القدماء علموا حضارتهم لكل حضارات العالم، اللي كانوا بيجوا يتعلموا ويستفادوا منهم ازاي يلبسوا، ازاي يصنعوا، ازاي ينتجوا. في وقت كان في الحضارات الأخرى كانوا بيلبسوا جلود الحيوانات وبيتغطوا بيها، إلا إن المصريين أبدعوا في الملابس وفي الأزياء وحتى في الإكسسوارات بتاعتهم. المصريين القدماء كانوا متطورين جدا، ما كانش عندهم وقت فاضي، وعلشان كده تعتبر الحضارة المصرية أعظم حضارة في العالم. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، استنونا في حلقة جديدة من برنامج مصريات.